السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلابي حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2025، وطبعا معاهم طلاب الأزهر. أهلا بكم، وعلى بركة الله نبدأ شرح وحل تدريبات الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2025. زي ما احنا شايفين كتاب المعاصر النسخة الجديدة. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نوضح كل صغيرة وكبيرة الخاصة بالوحدة الأولى. يبقى احنا إن شاء الله النهاردة هنحل كل تدريبات الكلمات والجرامر، قطع الفهم، القصة، الترجمة الخاصة بالوحدة الأولى من كتاب المعاصر لهذا العام. منتظر دعمكم، ويلا ونقول بسم الله. طبعا زي ما احنا شايفين الصورة قدامنا Unit 1 Read all about it. نشوف مع بعض يلا التدريبات ونحل ونقرأ الكلمات ونوضح كل صغيرة وكبيرة، وربنا يوفقكم ونبدأ عام دراسي جديد موفقين بإذن الله. يلا بسم الله. صفحة 13 في كتاب المعاصر النسخة الجديدة يا جماعة بتاع هذا العام. I waited with bated breath، يعني انتظرت بفارغ الصبر. المصطلح waited with bated breath عشان أعرف إيه اللي يحصل. الإجابة رقم سي. الشركة طبعا company هتعوضك طبعا عن الخسارات اللي أنت كبتها أو عانيتها أو تحملتها. losses you have suffered، يبقى الإجابة طبعا compensate بيساوي مصطلح عندك make up for، يعوض شخص عن خسارة طبعا تكبدها أو حادثة أو إصابة أو whatever، يعني بالإجابة إيه. he was caught cheating in the exam، اتمسك هو بيغش cheating في الامتحان. the most recent major incident، حادثة طبعا أكثر حدوثا، كان انفجار في معمل تكرير بترول. explosion انفجار. oil refinery معمل تكرير بترول. رقم 5 information or news in abroad sheet صحيفة طبعا احترافية. is usually reliable موثوقة طبعا. as a measure of this family، كعضو في هذه الأسرة أو فرد. I demand to know what has happened، أطلب want يبقى demand. your claims will be rejected، الإجابة إيه في رقم 7. ادعاءاتك أو ظنونك سوف ترفض تنبذ rejected إذا لم يكن لديك طبعا دليل أو حجة قوية evidence، بالإجابة إيه claims فعل بمعنى يدعي أو يظن، واسم معنى ادعاء أو ظن أو فرض. what a nosy old woman، نوسي طبعا فضولية محبة للاستطلاع، حشرية يعني حط مناخيرها في شؤون الآخرين. طبعا امرأة عجوزة طبعا حشرية متطفلة. لا تتوقع أبدا أن هي تستقصي أو تبحث أو تفتش في her neighbors private affairs، في أحوال أو مسائل أو الأمور المتعلقة الخاصة بجارتها. الإجابة رقم بي. 9 this investigator is so experienced، هذا المحقق طبعا ذو خبرة لا يفشل ابدا في حل الميستري لغز لاي كرايم لاي جريمه. يبقى انفستيجيتور. we intend to announce our engagement next Monday، طبعا بننوي ان احنا نعلن announce نعلن ارتباطنا او خطوبتنا engagement الاثنين القادم. usually tabloids طبعا صحيفه شعبيه اكثر طبعا اثاره، بتعتمد على depend on exciting news اخبار مثيره about the private lives عن الحياه الخاصه للبابليك فيجرز للرموز او الشخصيات العامه. يبقى تيبلويدز، فرق بين كلمه برود شيت وتيبلويدز، نوعين من الصحف. This child was shocked، كان مصدوم، هذه الطفله كانت مصدومه لما ما طبعا رجعت البيت بدون ان تشتري الشوكولاته بتاعتها. وات شيت، يا لو من غشاش. هي سيلز بايريتد كوبيز، بيبيع طبعا نسخ مسروقه اختراقها طبعا as if they were genuine، كما لو كانت اصليه. genuine يعني اصليه. we all feel sorry، نشعر جميعا بالاسى for the great number of innocent casualties، الإصابات طبعا أو الأشخاص المصابين الأبرياء in the accident، في الحادثة اللي حصلت. casualties إصابات. nothing wrong has occurred يعني happened أو taken place، لا شيء طبعا مش حاجة وحشة حصلت هذا الصباح. everything is okay، كل شيء على ما يرام، بالإجابة رقم سي. طيب بعد كده صفحة 14 الجملة رقم 16 بيقول لي في كوبيز او كوبيز اوف ذا فيلم اون ديفرنت الليجال ويب سايتس. الليجال يعني غير قانوني او غير شرعي، يبقى في نسخ ايه مسروقه تم مهكره يعني او تم اختراقها باي ريتد، يبقى الاجابه رقم ايه 17. بيقول لي
this talented player اللاعب الموهوب talented دايما في in demand in the team by their fans المشجعين دايما طلب محتاجوا الفريق يعني الجمهور طلبهم الدائم لهذا اللاعب طبعا الموهوب يبقى الإجابة هنا إيه demand 18 being space of several crimes convicted متهم أو مدان بجرائم عديدة طبعا تم الحكم عليه a life sentence حكم مؤبد a life sentence هنا مش معناها جملة حكم مؤبد a life sentence يبقى الإجابة convicted 19 The ruins of some ancient buildings can still be seen in this area ruins البقايا الأطلال الآثار رقم 20 طبعا my brother is an أو a trainee رقم B متدرب دكتور تحت التدريب طبعا هيحصل على الشهاده بتاعته والمؤهل بتاعه الديجري طبعا العام القادم رقم 21 ذا كينجز ديس موت الملك طبعا كان ايه شوك صدمه ايه فظيعه سيئه كريهه يبقى تيريبل رقم سي بالمناسبه كلمه تيريفيك معناها جميل او رائع يعني تيريفيك وفانتاستيك ووندرفول زي بعض كلهم في المعنى شيء جميل او رائع او جيد اما تيريبل طبعا الاجابه رقم سي 22 طبعا ماما كانت ايه اوفر ذا مون طايره من الفرح بشأن مين بقى عودة أخويا اللي طال انتظاره بالإجابة عندي long awaited return ودي مصطلح مهم جدا في الوحدة long awaited يعني طال انتظاره 23 طبعا هدفع فلوس كتيرة جدا ب a lot of money من أجل التدريب يبقى apprenticeship تدريب حرفي أو مهني طبعا مع تكنيشن فني ذو خبرة experience يبقى الإجابة رقم دي 24 لا تركن سيارتك هنا بارك طبعا it blocks تعوق او بتسد the entrance of the building المدخل المؤدي للمبنى بالاجابه طبعا blocks رقم سي 25 don't include hot pepper in the shopping list لا تدرج ما تضعش طبعا فلفل حراق طبعا في قائمه التسوق we have enough عندنا كتير منه ما تجيبش يعني include 26 he is a non-native speaker of Arabic Spanish is his mother tongue ماذر تانج اللغه الاصليه اللغه الام الاسبانيه هي اللغه الام بتاعته هو طبعا متحدث لغه عربيه ايه غير اصلي او غير من سكان البلد يعني نون نيتيف 27 صلاح هي از 27 صلاح has achieved sensational success as a footballer in Liverpool نجاح طبعا ايه ملموس او شيء جيد طبعا نجاحه طبعا كلاعب كره قدم في ليفربول 28 ذا ريسكيو تيم فريق الانقاذ انقذ حياه الناس طبعا ان بيرنينج فاكتوري في المصنع المحترق اذا الاجابه رقم بي ريسكيو بعد كده رقم 29 ماي فلات از فيري هوت طبعا الشقه بتاعتي طبعا حاره جدا درجه الحراره اير كونديشننج تكييف الهواء طبعا از بادلي ريكوايرد مطلب طبعا يتم الاحتياج ليه بشكل سيء يعني لازما محتاجين بشكل طبعا شديد لتركيب نظام تكييف هوائي لان طبعا الشقه حاره جدا 30 He no longer lectures here. He retired 2 months ago. لم يعد يحاضر يلقي محاضرات lectures رقم سي هو تقاعد retired منذ شهرين 31 Decisions are based on factual information. القرارات مبنية على معلومات حقيقية factual not guessing وليس التخمين الإجابة طبعا factual حقيقي 32 بروفيسور أمين teaches criminal أو criminal law at university طبعا الأستاذ الجامعي البروفيسور أمين ده هو بيدرس القانون الإجرامي في الجامعة إذا الإجابة رقم سي نيجي للصفحة اللي بعد كده اللي هي صفحة 15 السؤال رقم 33 السفن بتفضل ان هي تتبع ايه فولو ذا شورت روت طريق او مسار روت رقم ايه من خلال طبعا ذا سويس كانال قناة السويس 34 لم يكن قرارا حكيم وايز ديسيجن اوف يو تو طبعا
ريموف تزيل الاشجار، تحوش الاشجار في الجنينه بتاعتنا، تنزع ريموف. 35 بليز دونت منشن مي ان يور كومنتس او كومنتس، لا تذكرني في التعليقات بتاعتك. I will comment whenever possible، اعلق اذا امكن يعني في اي وقت انا حابب. يبقى منشن الاجابه رقم دي، يذكر. 36 ذا فورمر مانجر، المدير السابق، يبقى فورمر كان طبعا استريكت مان، راجل صارم. unlike the current one، على خلاف الحالي اللي موجود current. الكلمات يا جماعه مهمه جدا، دون. 37 بعد شهرين 2 من الاستريك الدايت، نظام غذائي اتباع رجيم صارم او حازم او قاسي. she looked deathly pale، شاحبه، هتموت. deathly هزيله جدا. 38 نجوم كرة القدم فوتبول ستارز طبعا بيتم تشغيلهم امبلويد ان ادفرتايزمنتس، في الاعلانات as they are celebrities. celebrities طبعا اشخاص او شخصيات مشهوره، celebrities. 39 لو انت عاوز الناس طبعا تريت يو، تعاملك كجنتلمان، behave like a gentleman، تسلك، اسلك، تصرف زي الراجل جنتلمان، يبقى behave. 40 في السي في بتاعتك السيره الذاتيه you need to highlight، تبرز، تبين الشيء المهم اللي هي your qualifications، المؤهلات، سكيلز، المهارات، والباست اكسبيرينس، والخبره السابقه. نيجي ل 41 طبعا باينه خالص، انفستيجيت، كل كان مقرر تعريفاتها اهوت. اكزامين، تفحص الحقائق بتاع الجريمه والاحداث، موقف، تكتشف الصدق، تروس. يبقى الاجابه هنا طبعا انفستيجيت، اتحرى، استقصي الحقائق. 42 باينه برضه، بروت شيت قلناها قبل كده، الصحيفه طبعا اهيت، جاري طبعا فيها جديه في التعامل. برنتد، بيتم طبعها طبعا لارج بيس اوف بيبر، على شتات او ورق كبير، يبقى برود شيت. 43 برضو اناونس قلنا قبل كده، يعلن اهو، تيل بيبل اوفيشالي، تخبر الناس بشكل رسمي بشان شيء ما، خاصه عن خطه، بلان، او ديسيجن، يبقى اناونس. 44 برضو باينه تشيت، الغشاش، شخص ما، بيهيفز، بيسلك ان ديس اونست واي، بطريقه طبعا فيها خيانه او غدر او غير شرف، ان اوردر تو جيت سامثينج، عشان يحصل على شيء ما. 45 طبعا كليم، زي ما قلنا، يدعي، يزعم، يفترض، سي سامثينج از ترو، يقول ان شيء ما حقيقي على الرغم it has not been proved، لم يتم اثبات او برهانه يعني. يبقى هنا ايه؟ كليم رقم بي. 46 برضو باينه خالص، اللي هي كومبنسيت، يعوض، طبعا باينه اهي، كومبنسيت، يعوض شخص عن حاجه اهو، معناه هنا طبعا ريبليس اور بالانس ذا ايفكت اوف سمثينج باد، بيستبدل طبعا او بيشوف تاثير شيء ما سيء على شخص، طبعا بيعوضه، طبعا بيوازن بالامر اهوت، بيعوضه عن حاجه، يبقى كومبنسيت. 47 طبعا انسيدنت، حدث، قلنا ان ايفنت، حدث خاصه بيكون انيوجوال، غير عادي، او امبورتنت، او مهم، او فايلنت، او عنيف، يبقى انسيدنت رقم ايه. 48 demand، قلنا طبعا هو ask for something، تطلب، want، عاوز حاجه in a very strict and serious way، بطريقه طبعا صارمه وفيها جديه. نشوف مع بعض صفحه 16، وجزء مهم جدا يا جماعه خاص بالفوكابيلاري ستادي او الفيربال كولوكيشنز، المتلازمات اللفظيه، الافعال اللي تمشي مع بعض الاسماء، زي دو، بي، واون، وميك، وهايلايت، وهاف، وفولو، وفايند، وديماند، وكومبنسيت، وبوت، وريسيف، وريوين، وسند، وشير، وشو، وتيل، وفايوليت، ووين. في الاسئله مع بعض. رقم 1 ذا جفرمنت، الحكومه طبعا، ويل ايه زوز هو لوست ذير هومز، هؤلاء الذين فقدوا بيوتهم in the earthquake financially، طبعا هتعوضهم ايه ماليا، يبقى ويل ايه زي ما قلنا compensate. 2 one of the ways to highlight problems، يبقى highlight problem يعني يبرز المشكله او المشاكل، discuss them، ناقشها طبعا on social media، على وسائل التواصل and talk show. رقم 3 طبعا receive ده اهي، the warning we received، التحذير اللي احنا ايه تلقناه في our teacher، من المدرس بتاعنا، made us all work hard، جعلنا نعمل بشكل جد. 4 owns اهو، مستر او جي كي رولينج owns the rights او has the rights او owns the right، يعني لديه الحق او الحقوق to هاري بوتر series، يبقى own
rights to يمتلك حقوق. 5 I wish I knew who told the media about our secret plan. أتمنى أعرف مين طبعا اللي أخبر الميديا أو الإعلام بشأن الخطة السرية بتاعتنا. خد بالك من قاعدة wish، وأتمنى إن شاء الله في المنهج تمني في المضارع يجي بعدها ماضي بسيطة no أو new ماضي بسيط، لأن بيتمنى في المضارع بقول I wish I knew who told من الذي أخبر. نشوف مع بعض الصفحة اللي بعد كده، صفحة 17 السؤال رقم 6. You have the right لديك الحق to demand تطلب your rights حقوقك but first carry out your duties بس الأول أدي الواجبات اللي عليك duties. 7 جريمة crime when the copyright law is violated. خد بالك من كلمة violate ينتهك، إنها جريمة لما حقوق الطبع بيتم اختراقها أو القانون بيتم اختراقه أو انتهاكه violated. 8 السكيورتي كاميراز الكاميرا بتاع الأمان ده have already been طبعا bought in place تم وضعها في المكان. 9 the emotional effect التأثير الانفعالي أو العاطفي our family house طبعا has effect has influence has طبعا impact on تأثير طبعا علينا. what stops us أو is what stops us from selling it بيمنعنا من بيعه. بيت الأسرة. 10 بيت العائلة طبعا make أو made a lot of money طبعا has been made تم جمع أموال كثيرة جدا by communication businesses. ننزل تحت كده مع بعض أسئلة خاصة بالمرادف والعواكس. نهتم يا جماعة بالسينونيم والأنتونيم. رقم 1 عشان ما نطولش الكلام في الجملة applied for أهو بيقول لنا إيه أنا waiting for answer to my application with bated breath. المصطلح قدمت الوظيفة الجديدة وأنا منتظر الرد على الطلب بتاعي بفارغ الصبر. إذا الإجابة هنا إيه؟ يبقى رقم سي I am in a nervous and excited state. دي تعريف يا جماعة wait with bated breath يعني I am in a nervous and excited state في حالة طبعا توتر وقلق وفي إثارة. anticipating متوقع what will happen اشتاق أعرف إيه اللي هيحصل. يبقى الإجابة رقم سي. نشوف مع بعض صفحة 18 تكملة الجمل الخاصة بمرادف العواكس. في رقم 2 باينة خالص هو بيدل على جملة نوزي أو نوسي an interest in people. يبقى الصحفي الناجح يجب أن يكون نوزي an interest in people. معنى جملة إن هو يكون إيه؟ طبعا curious رقم B and inquisitive. curious and inquisitive دي معاني كلمة نوزي. مش حشري بمعنى الحرفي يعني لازم يكون عنده حب استطلاع أو فضولي عاوز يعرف المعلومة ويدور عليه. الإجابة رقم B دي تعريف أو معنى كلمة نوسي أو نوزي. 3 الأخبار أو the new traffic law القانون الجديد بتاع المرور aims to بيهدف إلى تقليل reduce road casualties حوادث الطرق والإصابات اللي بتنتج عنها. طبعا كلمة casualty طبعا في هذه الجملة يبقى A و B يقصد بها deaths ورقم B victims. victim يعني ضحايا و deaths يعني حالات وفاة أو موت. إذن الإجابة رقم D معنى كلمة casualties يعني victims أو deaths. 4 I never download لم يسبق لي أبدا أن أدون pirated material مادة مسروقة أو تم رقنتها أو اختراقها. الجملة كانت pirated طبعا عكس كلمة genuine. يبقى genuine حاجة أصلية إنما pirated يعني illegal يعني غير قانوني. إذن الإجابة رقم A. خد بالك من كلمة أنت وعاوز عكسها مش معناه. 5 طبعا باين خالص ruin عكسها ريك ولا زي نفس المعنى؟ نفس المعنى يا مستر لأن ruin معناها بقايا وآثار أو أطلال أو دمار أو حطام. يبقى ريك معناها حطام زي كلمة نوسي زي كيريوس نفس المعاني. يبقى روين وريك معنى بعض زي نوسي وكيريوس. 6 طبعا بقول الشيب ووز رويند السفينة تم تحطيمها طبعا أو اتدمرت إن ستورم. فهذه الجملة أو هذا اللفظ utterance الفيرب رويند ممكن يتم استبداله بكلمة ريكت. يبقى ده بلا تنطق ريكت زي كلمة رويند. 7 طبعا باينه خالص a good citizen المواطن الجيد never violate the law لا ينتهك القانون ابدا. في هذه الجمله معناها a good citizen المواطن الجيد always follows the law بيتبع القانون. يبقى follow يعني يتبع القانون.
ننتقل بعد كده للصفحة اللي قبلها، صفحة 19، التعبيرات وحروف الجر. يلا يا حبايبي، ويا ريت من خلال حل الجمل نذاكر كل الكلام اللي اتحل كبداية أولى لمرحلة المذاكرة لمنهج الصف الثالث إن شاء الله. لو أنت وصلت لهذه المرحلة يا ريت دعمك الجميل باللايك وتعليقك الجيد والشير. أول سؤال بيقول لي he took a short route، خد طريق مختصر قصير. so he didn't run as far as، من مصطلح as far as other runners، لم يجري مسافة بعيدة زي السابقين أو العدائين الآخرين. الإجابة فار. 2 طبعا باينة خالص، الجود تيتشر encourage تاخدوه المصدر يا مستر، بيشجع الطلاب to work hard، يعملوا بجد. 3 I found the report long، لقيت التقرير طويل جدا. so I preferred it، آسف so I referred يعني أحلته to، يبقى أحلت التقرير لسكرتاري للسكرتيرة to summarize عشان يتم تلخصه summarize. يبقى المصطلح عندي الفعل أو phrasal verb refer الشيء وبعدها to للشخص. بعد كده رقم 4 you can find all types of information on the internet، على النت on the internet. 5 while looking for my keys، أثناء البحث عن المفاتيح I found out، اكتشفت إن there were some important documents، في بعض الوثائق المهمة under the desk، تحت الديسك. 6 they agreed to meet at midday، يتقابلوا طبعا، وافقوا انهم يتقابلوا في منتصف النهار at midday. 7 طبعا no ship could travel past the ship which blocked the canal، مش ولا السفينة تقدر تعدي أو تمر على السفينة أو تعبر أو تخترق السفينة طبعا اللي عاقت القنال أو القناة نفسها. عندنا في صفحة 20 طبعا جزء خاص بكلير ذا كونفيوجن، الحاجات اللي فيها ارتباك أو لبس بين بعض الكلمات أو المصطلحات أو تعبيرات معينة. ناخد دي ولا ناخد ديت؟ نشوف مع بعض المثال رقم 1 he died in a car، حادثة عربية، ما قلتش incident، حادثة بقى تصادم يبقى accident، العامل الماضي بالإجابة accident حادثة. 2 أو تصادم. The incident between the two countries resulted from an attack near the borders، يبقى الحادث العارضي اللي حصل بين الدولتين، احتكاك أو عدم اتفاق بين الدولتين، حدث نتج من الهجوم بالقرب من الحدود، يبقى attack from near the borders. 3 we meet to celebrate the occasion of my brother's success، طبعا بنتقابل عشان نحتفل بمناسبة occasion لنجاح أخويا. 4 all official decisions، كل القرارات الرسمية are announced، بيتم الإعلان عنها طبعا on channel 1، يبقى كل القرارات الرسمية بيتم الإعلان عنها في القناة الأولى. 5 our products are advertised، المنتجات يعني عن منتج يقول advertised وليس announce on our website، بل الفرق بين advertise و announce زي الفرق بين كلمة incident و accident. عند رقم 6 I think we don't have any apples left but I will check، أتأكد، أشوف بنفسي، أراجع الموضوع، أفحص الشيء، أشوف هل في لسه تفاح ولا لأ. 7 to investigate something is to look into it، بالك من حرف الجر عشان عندنا واحدة كاملة بتتكلم عن الفريزال verbs. look into something يعني تشيك، آسف يعني investigate، يتحرى الأمر أو يستقصي الشيء، يعني look into، بالإجابة في 7 رقم دي investigate. طبعا وصلنا الآن بقى لصفحة 25 وهي الجرامر، وطبعا عندنا على القناة بتاعتنا يا جماعة فيديوهات كتيرة جدا بتشرح القواعد، لأن جرامر منهج تالتة ثانوي عام كله تراكمي، فهنراجعه بسرعة كده بأسلوب سريع. ومن متعة الجرامر بتاعنا السنة دي إن أول وحدة في الجرامر زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر، وهو نفس جرامر الوحدة السابعة إن شاء الله في منهجنا، فننتبه من هذه الوحدة عشان هيتراجع تاني قدام معانا. ونقول بسم الله كده يلا. المضارع التام تذكرة سريعة هاف هاز تصريف ثالث، النفي حط نوت أو إن أبوستروف تي، المبني للمجهول هاف أو هاز بين تصريف ثالث،
في السؤال بكلمة استفهام ابدأ السؤال بوات أو بوير أو بأي كلمة استفهام مشهورة، ثم هاف أو هاز، ثم الفاعل مفرد أو جمع على حسب، ثم التصريف الثالث. سؤال بهل ابدأ بهاف أو هاز ثم الفاعل ثم التصريف الثالث، بنجاوب عليه بيس أو نو. يلا بسرعة يا شطار. رقم 1 I have bought some flour، اشتريت دقيق، يبقى have some flour has been bought، معلومة مجهولة، الدقيق تم شراؤه، في 1 أنا اشتريت الدقيق. طب 3 she has fed، ننتبه لتصريف الأفعال عشان مشكلة بتقابل الطلبة، باي بوت بوت. طب فيد يا مستر أصلها فيد 2 إي، فيد فيد فيد، هي أطعمت الأطفال الصغيرين. 4 مجهولة the babies have been fed، تم إطعامهم، اوعى تقول لي هاف، الأطفال الصغيرين أطعمهم ولا أطعمهم. 5 space physics for the last 2 hours، رقم 5 يا شطار، برافو عليكم، يبقى she has studied، وعندك علامة اللي هي فور، هنقولها حالا مع بعض في التدريبات. ما زلنا مع باقي القواعد يا أولاد. صفحة 26 المثال رقم 6 ده علامتها ايه بقى؟ The train hasn't arrived yet we are still waiting أو we're still waiting، ما زلنا منتظرين، يبقى القطار لم يصل بعد. yet بتيجي في الجملة المنفية والسؤال، أو hasn't لم يصل بعد، عشان كلمة ما زلنا مستنيين، يبقى الإجابة هنا طبعا yet، وده علامة للمضارع التام. 7 Mom has prepared lunch I can smell her delicious food. ليه اخترنا المضارع التام في القواعد كلها يا أولاد ديت؟ لأن معنى الجملة هنا أحد استخداماته حدث وله أثر تام أهو. ماما جهزت الأكل الغداء، أنا شامم ريحة الإيه؟ الطعام اللذيذ، بأثر ونتيجة أو سبب ونتيجة، على طول زمن المضارع التام اللي بيتكون من هذا وهاز تصريف ثالث، يبقى مام هاز بريبيرد، الإجابة رقم بي. 8 شطار I have sent this morning I'll send 2 more. كلمة this morning أحد علامات المضارع التام، this morning this winter this summer، هذا الصباح. أنا بعت 3 خطابات أو إيميلات، إذا حدد عدد مرات وقوع الحدث بنستخدم المضارع التام. رقم 9 شطار has been to the fruit sellers the apples she has bought are fantastic. راحت وجات مهمة جدا، have been to مكان راح ورجع، has gone to مكان راح وما زال هناك، يبقى الإجابة رقم 9 has been. 10 I have never played squash I don't even know its rules، أنا حتى مش عارف قوانينه قواعده هذه اللعبة، يبقى لم يسبق لي، دي علامة المضارع التام برضه never، لم يسبق فعل شيء أبدا مطلقا، يبقى أقول I have never played. صفحة 28 الجزء الخاص طبعا اهوت بايه؟ على حاجات معينة على علامات. يلا يا شطار. رقم 1 he has just arrived home، توا حالا لسه واصل البيت، ده عاوز تريح لبعض الدقائق قبل ما تتكلم معاه، يبقى حدث تم حالا او منذ فترة قصيرة جدا. كلمة just بتساوي علامة الماضي البسيط اللي هي a short time ago. 2 I have met some old friends، طبعا شطار، يبقى الإجابة طبعا رقم دي اللي هي بي وسي، اللي هي طبعا lately وريسنتلي علامات المضارع التام، أنا قابلت أصدقائي القدامى، ولكن مت مؤخرا أو حديثا lately وريسنتلي، طبعا بس يستحب إن lately تيجي في النفي، أما lately وريسنتلي إثبات، إنما lately بس لوحدها طبعا ممكن تبقى إثبات ونفي. 3 I haven't heard from her space ages، طبعا فور مده محدوده فتره طويله جدا، لسنين لقرون لساعات لدقائق، او الفور ايجز I hope she is better، اتمنى يكون افضل او بخير، انا ما سمعتش عنها طبعا بقالي فتره طويله. 4 since شطار I haven't heard from her since last April، بالك ان كلمه ابريل لوحدها او السينس، last April او السينس، حط عدد شهور 2 months 3 months احط 4. طيب 5 I have watched football matches base as long as I can remember، ده مصطلح، اقول بقى ايه؟ for as long as I remember. طيب 6 الفرق بين for وسينس استخداماتها،
فور لمدة، since معناها منذ. I have watched football matches with my childhood، يبقى since بيجي ورا بعض الكلمات، منذ طفولتي، منذ الزواج، منذ الاحتفال، منذ الميلاد، منذ التخرج، منذ طبعا المغادرة، الوصول، الرحيل، يبقى since خلاف قاعدة since أو ever since. قبلها مضارع تام أو مضارع تام مستمر، بعدها زمن الماضي البسيط. من علامة بيجي ورا اسم السنة، اسم الشهر، جانيوري 2005، يوم اسبوع زي ساتردي and so on، يبقى since. 7 شطار، حاجات كتب قديمه وتراكمي زي ما قلنا قبل كده، يبقى طبعا moved. جميل. we haven't met since we moved، قلنا القاعده since ده ربط، يبقى بعد ماضي بسيط اهوت، يبقى since we moved. قبلها مضارع تام منفي اهو، او مضارع تام عادي يعني حسب معنى الجمله. لم نتقابل منذ ان عزلنا او انتقلنا للفيلا الجديده، بالاجابه رقم طبعا ايه اللي هي moved. 8 space when have you waited for here since when، خلي بالك بقى عشان ده ورا بعض كله اهو. طب 9 شطار for how long، طب 10 ago. نقول تاني since when منذ متى، for how long في رقم 9 يعني لمدة قد ايه انت مستنيه، طب 10 how long ago يعني منذ متى برضو انت بدأت، ولكن how long ago بعدها ماضي بسيط did you start. اما في رقم 8 قلنا since when بعدها مضارع تام have you waited، وفي 9 قلنا for how long have you waited. وصلنا لصفحة 30، ما زلنا برضو مع الأسئلة الخاصة بالعلامات والفروق والاستخدامات والملاحظات الخاصة بالزمن بتاعنا الجميل. رقم 1 في ميني تيست 3 في صفحة قلنا 30. شطار she has never traveled abroad، طبعا باينة خالص before now، مضارع تام منفي مع never أحط في الآخر before now، يعني هي لم تسبق لها السفر بالخارج before now. طبعا اوريدي بتيجي في الاثبات اجو مع ماضي بسيط، ناو مع مضارع مستمر او مضارع بسيط ما ينفعش طبعا الا بيفور ناو. 2 شطار ايفر، دي مصطلح this is the first time I have ever، هذه اول مره سبق ليا سين، اصلها سي سو سين، اريل كانجرو. 3 to see this is the first time for me طول مصدر، this is the first time مضارع تام جملة كاملة، this is the first time بعدها حرف جر for بعدها مفعول ثم طول مصدر to see. انتبه للكلام اللي موجود او اللي بيتقال. 4 شطار تفضيل، عشان طبعا في ايفر بتيجي مع صفة التفضيل اهو، عندنا ان شاء الله بالتفصيل برضو الجمل المقارنة والتفضيل اللي خدناه في ثانية ثانوي. أميرة is the cleverest student، أشطر طالبة سبق أن رأيتها، يبقى الإجابة رقم دي. 5 مهمة جدا لما اجيب لك نيفر بقى وحول مضارع صيغة التفضيل لتشابه ولا مقارنة، نشوف مع بعض 5 كده بتقول ايه. طبعا 5 باينة خالص ان الإجابة تبقى دي اللي هي طبعا A و B. I have never seen a student as clever as أميرة أو cleverer than أميرة. لو ترجم كده حرفي، لم يسبق لي رؤية طالبة شاطرة زي أميرة أو أشطر من أميرة، إذا الإجابة الصح A و B، يبقى الإجابة رقم D. بالك استخدمت المضارع التام مع never وإيفر، وعلاقتها مع صيغة التفضيل والمقارنة السوبرلاتيف والكومباراتيف والتشابه والسيميلاريتي في قاعدة المقارنة والتفضيل. 6 طبعا لايك تنفع برضو لايك زي از اهي. I have never seen a clever student like أميرة. I have never seen a cleverer student than أميرة. I have never seen a student as clever as أميرة. كل دي معاني لو ترجمتها بالعربي عشان استخدمت as ولا المقارنة ER ولا never ولا ever ولا تفضيل. طيب رقم 7 خد بالك ان طبعا باينه خالص الجمله she last called me at 5، اخر مره اتصلت بيا كانت الساعه 5، ماضي بسيط مع علامه last، ما ينفعش has لان at 5 علامه في الماضي البسيط اهو، الساعه 5 عدت يبقى هي اخر مره اتصلت بيا. 8 طبعا was at the last time she called me was at 5، يعني اخر مره هي اتصلت بيا كان عند الخامسه. خد بالك من الترجمه وانت بتحل القاعده، هنا في الكام جمله دول علاقه الماضي البسيط مع المضارع التام. طب 9 since she hasn't called me since I returned home، قاعده since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط، هي لم تتصل بيا منذ ان رجعت
المنزل. طيب 10 she last called me when، بالك ماضي بسيط حط when، هي آخر مرة اتصلت بيا عندما أنا رجعت من المنزل. أما اللي قبلها هي لم تتصل بيا منذ أن رجعت المنزل، يبقى كده قاعدة since منذ. 11 started، عشان طبعا في آخر جملة أجو علامة الماضي البسيط، يبقى هي بدأت to work تعمل هنا منذ شهرين. طب 12 بقى هتبقى since، لأن دي مصطلح تركيبة مهمة جدا. it is زائد مدة، it is a week since I last went to the club. يبقى إذا since عرفت إن ممكن إيه علامة للماضي البسيط أو علامة للمضارع التام. يلا يا حبايبي صفحة 32 بقى تدريبات عامة على كل قلناه. طبعا الأجزاء اللي فاتت كانت اختبارات أسئلة بسيطة قصيرة، طبعا بتتعلق بالعلامات معينة باستخدامات معينة، في الإثبات، لا في النفي، في التكوين، لا معلوم، لا مجهول، استخدم ماضي بسيط ولا مضارع تام. هنا بقى تدريبات كاملة من 32 لغاية 34 كلها داخلة في بعضها، وفي أسئلة ورك بوك، وفي أسئلة امتحانات الثانوية العامة السابقة، موقع الوزارة، شركة لونج مان، والكلام ده. نشوف مع بعض، يلا كده نقول بسم الله. صفحة 32 زي ما قلنا General Exercise on Language. جميل. has gone راح ورجع ولا راح وما جاش؟ ده لسه هناك اهي. she will be here soon هترجع بعد شوية، يبقى لسه ما جاتش، يبقى has gone، يبقى رقم B. go went gone. انما B اصلها ايه؟ am is. لا طبعا B اللي هي am is are was were تصريف ثالث been، او اللي معظم الناس بيقولوا عليها been، هي طبعا been. الاجابة طبعا has gone. 2 hasn't since she came here. since على مضارع التام اختار اهو، يبقى اقول she hasn't attended لم تحضر اي اجتماعات منذ ان اتت الى هنا. ليه اخترنا مضارع تام؟ بفكر تاني since في النص. however since بعدها ماضي بسيط، يبقى قبلها مضارع تام او ماضي تام او مضارع تام مستمر او ماضي تام مستمر. كل الكلام ده هيبان مع كتر القواعد. هنا عندي طبعا واحده منهم اللي هو مضارع تام منفي اهو. 3 شطار have revised in the last 2 hours. I have revised my lesson. مهمة جدا يا جماعة. in the last خلاف last، بقول لك last week last month حط ماضي بسيط all revised بس. انما in the last وانا مغمض in the past 2 hours in the last 2 hours، خلاف ما اقول لك in the past واسكت، او last وبعدها حاجة اجيب ماضي بسيط. اذا الاجابة هنا have revised. 4 مجهوله باينه خالص اهي. سو فار ده علامه المضارع التام برضه، احفظ بقى. قابلنا سو فار وليتلي واوريدي وريسنتلي وفور وسينس ويت واب تل ناو وثرو اوت ايجز. معايا يا جماعه؟ وطبعا ان ذا باست كذا وان ذا لاست كذا. انتبه لكل العلامات اللي بتقابلنا للمضارع التام. طيب رقم بقى قلنا 4 باينه. المدارس هي اللي ايه؟ have been built تم بنائها، عشان علامه المضارع التام اهو. مؤخرا مدارس كتيرة طبعا تم بنائها in rural and urban areas في الأماكن الريفية والمدنية. 5 شطار I have broken my mobile what can I do. أثر ونتيجة، سبب ونتيجة. طبعا أنا كسرت المحمول، حدث تام أهو. النتيجة بقى أعمل إيه؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا خلصت السؤال ده، أعمل إيه بقى كده يا مستر؟ إذا المضارع تام على طول. I have finished what should I do now. I have broken my mobile. broken. What can I do? 6 has gone برضه. He has gone to the bank to draw some money. draw مش يرسم، يسحب. راح البنك عشان يسحب فلوس، هيرجع في خلال نص ساعة. إذا راح وإيه؟ 6 طبعا قلنا إيه؟ has gone ذهب ولم يعد. 7 دكتور تامر has seen 4 patients so far. ده so far و this morning كلها مؤكدة مضارع تام، يبقى has seen. 8 nothing وتقول لي never. nothing نافي يبقى ever. nothing like this has ever happened to her. لم يحدث لها شيء زي كده من قبل. 9 شطار since I haven't traveled لم أسافر إلى قريتي by train since دي بعدها اسم أو حاجات معينة اهوت منذ طفولتي المبكرة، يبقى أقول since. 10 شطار have ever عشان this is the most تفضيل أهو. هذا أسوأ موقف أو أصعب موقف I have ever faced سبق أن واجهته. 11
has passed شطار اهو. يلا بقى فرق معايا كده اهو. all her exam هي اجتازت كل امتحاناتها وناويه تبدا الجامعه الشهر الجاي. 12 شطار has been. فادي طبعا رجليه اتكسرت وبيضطر يقعد في السرير so he has been watching قريته فيلم recently او recent علامه ايه يبقى has been. 13 اديك فرصه تفكر يلا. has been raining ما قلناش بعض الاسئله بس نوضحها مع بعض. the villages streets are muddy شوارع القريه موحله يعني مليئه بالطين والوحل. because it يبقى عندك all علامه مشهوره للمضارع التام المستمر طول الليل عماله تمطر يبقى has been. خد بالك عشان كلمه are muddy لو قال لك the village streets were muddy هتجيب الاجابه طبعا had been raining ماضي تام مستمر. اما هنا مضارع مع مضارع يبقى اقول all night طول الليل يبقى اقول has been raining has have been ing. مفيش حتى مضارع تام في الاختيارات يبقى has been raining باشهر علامه للمضارع التام المستمر. 14 has been doing نفس القاعده هو مازال بيؤدي التمرين he is still doing the exercise يبقى he has been doing it for 2 hours. خد بالك من كلمه for واخر الجمله now وعندك still وعندك all كل اللي بيقول لك اختار المضارع التام المستمر present perfect continuous اللي هو has have been ing يبقى has been doing او doing. 15 have been اللي هي مستر عندك 4 years هي مش هنتكلم بقى وما زالوا بيقوموا بالعمل او المهمه تاسك يبقى الاجابه طبعا العلماء جامع والهاف بين. 16 حط العلامه يا شطار يلا since اللي هي مستر قبلها ايه مضارع تام اهو وقت طويل عدى منذ ان رايته. 17 جميل تام مستمر مضارع تام مستمر for the last 10 years بحط مده زمنيه يبقى رانيا عماله تشتغل بوظيفه الطبيب بقالها ايه 10 سنين ما زالت شغاله. انا حتى في الاختيارات مش لاقي هاز وركت يبقى هاز بين وركينج. 18 haven't met لان الجمله فيها كلمه فور اير لمده سنه احنا المقابل اصدقائنا القدامى بقى لنا سنه they are too busy. نشوف مع بعض الاسئله اللي بعد كده في صفحه 33 حالات خاصه. يلا اسئله فيها شغل عالي شويه. يلا رقم 19 although على الرغم يبقى has been although he has been to France twice this year على الرغم ان هو راح زي ما قلنا في 33 يا جماعه طبعا although she has been to France twice this year على الرغم ان هو طبعا راح فرنسا مرتين هذا العام he's going again next week هيروح تاني الاسبوع القادم. اذا هو راح وجه. خد بالك عشان المثال ده مش زي الامثله المشهوره بيبين ان الشخص فعل شيء راح مكان ورجع ولا راح ولسه ما جاش اذا معنى الجمله هنا has been. 20 باين خالص have known الافعال التقريريه وانت خدت نبذه عنها ما تجيش استمراريه they have known each other for a long time عارفين بعض بقالهم فتره طويله ما تقولش طبعا have been knowing لا يبقى have known مضارع تام بس. 21 has taken a terrible accident حادثه طبعا فظيعه حدثت على طريق اسكندريه الصحراوي طبعا يبقى حدث تم بقى اهو يبقى has taken ما تخليش مبني المجهول قلنا افعال ما تجيش مبني المجهول. 22 have cooked جميل ليه وشطار ما اديك فرصه تقرا اوريدي يا مست مش هنتكلم بقى. 23 يلا يا شطار قاعده سنس اهي يبقى visited ماضي بسيط. 24 في النص سنس وبعدها ماضي تام ماضي بسيط يبقى مضارع تام has had had ده اصلها have تصريف have يمتلك يتناول كل ده ايه had ومضارع تام بيكون من have او has واجيب التصريف الثالث من الفعل نفسه لانه هو فعل مساعد وفعل اصلي او اساسي. 25 شطار have been ليه اسف ان انا اتاخرت فضلك سيدي دعني ادخل I have been in
very bad traffic. أنا كنت طبعا في حالة ازدحام مروري. I have been in. 26 شطار before قاعدة مشهورة اهي. I haven't met the general manager. لم أقابل المدير العام. before من قبل. المصطلح اهو. It's my first time. أول مرة قبله. 27 طب هنا فور هي مستر مضارع تام ولا ماضي بسيط؟ لا ماضي بسيط. ليه؟ حدث بدأ وانتهى، ما عادش بيحصل. عمي كان بيشتغل سواق تاكسي بقاله 10 سنين، الآن هو بيعمل في مصنع ملابس. يبقى الإجابة هنا إيه؟ وركت. طيب المثال رقم 28 شطار. I haven't seen وائل. لم أرى وائل since قاعدة باينة خالص اهي since the last time. خد بالك من كلمة since the last time وجملة كاملة ماضي بسيط. since last week مضارع تام قبلها بس. for the last أو the past ومدة يبقى for. خد بالك من for the past 3 weeks for the last 2 weeks since last week since the last time وجملة كاملة ماضي بسيط. يبقى الإجابة هنا since. 29 لسه ورا for how long. he wanted to know for how long لمدة قد إيه. I have been a member in this sports club. 30 has broken عربيتي اتعطلت so I have to call a mechanic at once. has broken. 31 have been cleaning ليه all morning. انا ما انظف المطبخ طول الصباح وماما بتقول انه ما زال متسخ. يبقى مضارع تام مستمر have been cleaning. 32 سؤال يبقى what have you bought. انت اشتريت ايه لمامتك من اجل عيد ميلادها بكره؟ اشتريت ليه ايه؟ have you bought. 33 شطار since بعد ماضي بسيط يبقى since I started my job منذ بدأت وظيفتي قابلت طبعا ناس مهمين جدا من كل انحاء العالم. 34 برضه since the committee members disagreement اللجنة طبعا اتفاق عدم اتفاق أفراد اللجنة طبعا has. أنا بتكلم على كلمة مش الأفراد، بتكلم على الاسم هنا disagreement عدم الاتفاق مفرد يبقى بقول has. عندي بعد كده طبعا أسئلة خاصة بالفهم. إيه الجملة اللي طبعا جرامر صح؟ ها خد لقطة كده بسرعة باينة خالص أهي. يبقى بي هي اللي باينة صح في الجرامر. I haven't seen him since the last time we met in the club. صفحة 34 السؤال 36 بيقول لي ايه الجملة اللي الجرامر صح برضه؟ يلا يا شطار برافو عليكم. سي he is exhausted منهمك القوة أو مجهد because he has been working all day. دايما يا جماعة السبب والنتيجة أهو. السبب لأنه كان بيعمل طول اليوم، النتيجة إن هو مرهق. يبقى مضارع بسيط مع مضارع تام مستمر وفي النص سينس أو because معناه لأن. يبقى الإجابة رقم سي. 37 شطار. معنى جملة علي لاست كوت فيش وين هي ووز ان الكسندريه. عاوز يجيبها بطريقه ثانيه. اخر مره علي اصطاد سمك او سمكه لما كان في اسكندريه. دي معناها ايه؟ معناها رقم سي. يعني علي هازنت كوت فيش سينس هي ووز ان الكسندريه. علي لم يصطاد سمك منذ ان كان في اسكندريه. قاعده نفس القاعده ماضي بسيط مع وين ولاست. اما في سي مضارع تام مع سينس وبعدها ماضي بسيط. 38 شطار باينه خالص ان هي ايه هيت الجمله اللي جمر صح او معنى الجمله اسف. ماي بين فريند صديقي بالمراسله ارايفد ات كايرو ايربورت مومنت اجو ماضي بسيط وارايفد اهي. دي معناها ايه في 32؟ معناها طبعا هاز جاست ارايفد لان جاست علامه المضارع التام. هاف هاز جاست تصريف ثالث بتساوي شورت تايم اجو مع زمن الماضي البسيط. اذا الاجابه رقم ايه. 39 الجمله اللي صح في الجرامر بي. Have you ever traveled to أسوان by ship؟ ever في السؤال وهل سبق لك السفر إلى أسوان بالسفينة؟ 40 الجملة اللي صح في الجرامر سي برضه اهي. It's years since I played football. دي قواعد since واستخداماتها. 41 She has been to America. هذا معناه إن هي راحت أمريكا. راحت وجات يبقى لم تعد هناك يبقى is no longer. الإجابة رقم بي. 42
May has never flown before this time. لم يسبق لها أن تطير بالطيارة. طبعا هذا معناه إيه؟ معناه إيه؟ It is the first time for May to fly. أول مرة تطير بالطيارة أو تسافر بالطيارة. 43 رودينا is the cleverest. طبعا ده تفضيل بقى مع ايفر ونيفر اهو. رودينا is the cleverest girl. أشطر بنت سبق أنا عرفتها. هذا يعني شطار دي. رودينا is cleverer than. أشطر من كل البنات اللي أنا عرفتهم من قبل. 44 I have never eaten. لم يسبق لي أكل هذه الوجبة اللذيذة أو مثل هذه الوجبة اللذيذة. دي معناها إيه؟ معناها بي I am not enjoying the meal I am eating. يعني مش مستمتع بالوجبة اللي باكلها حالا لأن لم يسبق لي أكل. آسف يبقى I am enjoying رقم بي. آسف I am enjoying. يبقى 44 لم يسبق لي تناول أكل هذه الأكلة أو الوجبة. دي معناها إن أنا مستمتع بالوجبة اللي باكلها حالا. يبقى الإجابة رقم بي. 45 I have never gone fishing. لم يسبق لي الذهاب للصيد. هذا معناه إيه؟ معناه بي I haven't ever gone fishing. دي يا مستر haven't ever أو I have never. يعني ممكن أقول I have never اللي مكتوبة في المثال I have never gone fishing، أو أخليها haven't وأحط ever I haven't ever gone fishing نفس المعنى. 46 My wife hasn't gone out since Friday. زوجتي لم تذهب للخروج بره طبعا منذ الجمعة. دي معناه إيه؟ معناه طبعا إيه؟ My wife last went out on Friday. آخر مرة ذهبت بقى الخروج بره البيت يوم الجمعة. 47 I have lived in إدفو since ومضارع تام أهو. أنا عايش في إدفو منذ هذا العام. دي معناه إيه؟ إنه ما زال أو I started يعني بدأت أنا أعيش في إدفو في عام 1999 وحتى الوقت الحالي ما زال عايش. أنا طبعا بقول كده يا جماعة أنا كنت ناوي أحل كل الوحدة وأوضحها، بس طبعا كده يبقى فيديو طويل وإحنا مش عاوزين نمل في البداية عشان نستمتع بمنهجنا، ولسه في كتب كتيرة جدا نحاول إن شاء الله نوضحها. فنكتفي بهذا القدر اللي طبعا شرحنا فيه الدرس الأول والثاني الخاص بيونت 1 إن شاء الله. فأقرب فرصة يوم أو اتنين نرفع الفيديو الثاني الجزء الثاني الخاص ببقية الوحدة بالمهارات بالتيست الكامل، ويبقى كده الوحدة نخليها على فيديوين اتنين جزئين يبقى أفضل. يا رب يكون فيديو النهارده عجب الجميع، ويا ريت ما تبخلوش لأن والله يا جماعة الموضوع فيه تعب جدا وإرهاق واستعدادات ومجهود. فأقل طبعا شيء بننتظره من كل الناس الأفاضل الأهالي وأولياء الأمور والطلبة الجمال إن شاء الله ربنا يفتح نفسهم على العلم والمذاكرة ويجتهدوا من بداية وربنا يوفقهم إن شاء الله ويحققوا كل أحلامهم. الشير واللايك الجميل، ولو في أي استفسار أو أي تعليق اوعى تتردد وابعت للقناة. يا رب يكون فيديو النهارده عجب الجميع، ومنتظر دعمكم هو اللي بيشجعنا بالكلمة الحلوة طبعا بتاعتكم بتخلينا طبعا ما نملش أو نشعر بالكسل ونرفع المزيد. وانتظروا إن شاء الله الباقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.